السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنهضروا في واحد الموضوع اللي هو مختلف شوية على الفيديوهات اللي كنحط. هذا موضوع يعني شنقول لكم، يعني لاحظت واحد الملاحظة لاحظتها بزاف في هذا الشيء ديال الزواج المختلط، وخصوصا يعني المغربيات. يعني راه ولات واحد الظاهرة ديال المغربيات كيقولوا كيتزوجوا بزاف يعني بالاجناس الاخرى اللي هما غير المغاربه. وحنا الشعب، حنا الجنس الوحيد اللي يعني معروف هاد الظاهره هذه اللي في المغربيات. الا زعما ما تنسائل شنو هو السبب، علاش ما عرفتش. المهم نتوما خليو لنا الراي ديالكم وقولنا علاش ووجهة النظر ديالكم. حيت اللي لاحظت انا مثلا نعطيكم مثال، المغربيه مثلا تزوج اجنبي كيف ما كان، خارجي ولا مصري ولا افريقي ولا كيف ما كان، تتقبل عليه بالفرحه، والمغربي لا. ما عرفتش علاش. ومثلا تاخذ مثلا واحد تيبيع الخضره في افريقيا ياك، وما تبغيش واحد تيبيع الخضره في المغرب. علاش؟ الله اعلم. مهم خاصها تسمى راها وقيله خاصها تسمى راها مجوجه في الخارج كما تنقولوا. وعاوتاني ولا القبول كثير عاوتاني على دوك خوتنا دوك المصريين. واش غنقول لكم، ولاو تيجوجوا بزاف المغربيات. علاش؟ حيت عرفتي علاش؟ انا عارفه الجواب شويه. علاش؟ حيت سامعه من واحد البرنامج كنت طنطت ليه وسمعت قالك تيجيو المغربيات بزاف كيتزوجوا منهم. علاش؟ حيت قالك المغربيات حقا صبارات، والمغربيات تيمشيو بلا حتى حاجه، كتمشي صافي سرس ما فيك عقود، صافي يخطاوها كتمشي معاه، ما كاين لا عطيني لا شري ليا لا دير ليا. هما المصريات لا، قال لك راجل تما لا بغى يتزوج عندهم قال لك خاصو يفرش الدار ويشري الماعن ويدير ليها العرس، ضروري العرس. اما يمشي قال لك يتكلح ويدير ليها العرس ويشري ليها الذهب، شتي سميوه الشبكه. يعني تيقوم يعني اللي ما قادش راه ما تيتزوج. داكشي علاش ولا تيجيو المغربيات ما كتقول ليه لا جيب ليا لا عطيني لا مد ليا. اويلي وحدي حايشه دل 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 دل، طيحتوا علينا الدله المغربيات. شنقول لكم، شوها بيعوا راسكم شويه غاليين. راه اللي دار العز راسو تيبقى عزيز. اما خلاص ولاو المصريين بزاف عاوتاني تيجيو عندنا المغرب تيتزوج بالمراه، وهو حتى قالك تيجي عندها المغربي يسكن عندها. يلا حلوها من الاعراب نتوما. قالك شنو تيهز؟ تيجي والو تيهز، ما تيجيب معاه والو، كيجيب معاه حويجات وطاوين في شوينطه وجاي. خاصها هي يجي يلقاها مفرشه الدار قالك وموجده ويكون عندها دخل شهري، يا خدامه موظفه يا. دابا راه ولا كلشي تيدير هادشي ديال التيك توك واليوتيوب وهاد التخربيق ديال السوشيال ميديا. الناس ولات عايشه منه بزاف، خصوصا تيطيحوا على دوك اللي تكونوا مشهورات شويه في السوشيال ميديا. بحال واحد الخيطنا راه كدير التيك توك ما عرفتش سميتها، حتى هي جاوها واحد وجي عندها قال لك المغرب وخلاص. هذوك صحاباتهم هذوك شي وحده دار اليوتيوب وما نقولش عمرو عندنا داك الجنس مشاو عندنا بزاف المغرب. وراه عرفتي شادينهم تيرحبوا تيصحابوا ليهم وعرفتي شنو. هو راه ما لقى ما يصور في بلادو، قتلوا على الجوع. والشروط اللي كتشرط عليه المصريه بزاف عليه باش يقدر يديرهم. اشنو ولا تيدير؟ تيهز حويجات ويهز واحد الشوينطه وكيتمجي عندك حتى المغرب تما يلقاك مفرشه ليه الدار ومقاده. وداك الشيء اختي خاص هو يديرو فيقو من الكلبه ويكاب. وباقا بقاو معايا انا غنبقى نذكر لكم دوك الجنسيات كاملين اللي ما فيهم السواعده وفيهم الاماراتيين وزيد غير بقاو معايا في الفيديو. انا غنجيب لكم الدواسه والخبارات. ايوا وزيدك عاوتاني على هادوك اللي تيكونوا شي مصريين حتى هما تيكون مزوج وعنده المراه، ولا مزوج ومطلق وبولادو، وتيجي تيقول لي انا ما عمرني تزوجت، ما عندي ولاد، ما عندي. تا المراه تضرب معاه عام ولا عامين ولا تولد معاه ولا كتلقى السيد راه بمراته ومجوج وبولاد وباقي ما مطلقهاش، باقا في عنقه وتلقى راسها زايده هي الثانيه. هذه راها حصلت لبزاف ديال المغربيات. فيهم المغربيات اللي هما جاو عندهم المغرب، وفيه مغربيات مشاو جوجو بمصريين ومشاو لمصر عاشوا فيها على اساس انها مزوجه بواحد سيليباتير. في الاخر كتلقى الراجل بدارو وبولادو
وبمارتو ما مطلقهاش وداير ليها هي شقة هنا والاخرى شقة هنا وتيكذب على هادي وتيكذب على هادي، وفي الاخر مساكن كيتصدموا كيهزوا حويجاتهم وكتوقع مشاكل وكيتم مراجعة المغرب يبكيو. علاش؟ حيت تيزاربوا ما تيسولوش على روسهم صافي فرحانة تزوجت ليا اجنبي يا فرحاتي. وظاهرة أخرى عاوتاني اللي لاحظتها ولات شائعة بزاف، ولات درية صغيرة بنت 18 عام 21 عام كتزوج واحد قد جدها، كيف ما سعودي ولا إماراتي ولا أوروبي قد جدها يعني صافي مسكين شنو نقول لك دفعيه يطيح وهي الطفلة باقا شابة باقا الله مع سمانهم تيغوصوا روسهم في الدنيا في الحياة. ربي لا ما بقاو معايا في هذا الفيديو رانا جايبه لكم شنو نقول لكم شي خبيرات وشي دواسه على المغربيات اللي مزوجين بجميع الاجناس. عندي عليهم دواسه بزاف زوينه وشيقه، غير بقاو معايا وغتضحكوا ولا غتستغربوا الله اعلم. هما دوك سميتهم الخارجيين تيجي تيكون هو راه عنده المراه في الدار هي في بلادو، المراه والولاد حاطه تما راكنها. ايوا تيمشي لك مثلا المغرب تلقاه تزوج وحده تيقول لها جلسي انتي هنا، كيشري ليها الدار وكيدير ليها الطوموبيل وكيبقى يصيفط ليها الخلصه. ايوا تيجلسها في المغرب تما تبقى هو غادي جاي عليها وتتلقاه شنو داير، كتلقاه حاط وحده في كازا، وحده في اكادير، وحده في طنجة، وحده في معرفت فين، حاط كل وحده في قنت داير ليها نفس السطوريه الدار، داير ليها الشقه وداير ليها الطوموبيل وترسل ليها الفلوس للشهر، حيت ما عرفتي هما عندهم العاقه عندهم الحبه ديال البترول يعني ما تيهمهمش الفلوس، المهم يلقى وحده في الدار البيضاء يلقى وحده ما عرفت فين وحده هنا وديالهم ولادو راه حاطها لهي في البلاد تقول لي انا راه ما مجوجش انا راه غادي عندي بيزنس غادي للمغرب البيزنس لا البيزنس للمغرب. هما هادوك سميتو السعوديين اش يديروا للمراه لا داوها هادو اكثريه يعني غالبا تيديوها الا داوها اش تيدير ليها تدي طفله صغيره تلقاه هو كبير بعدا قد جدها تدي طفله صغيره تما كيسد عليها كيدير ليها داك الشيء اللي تيلبسوا داك الخمار وداك التخربيق اللي المراه تحسبها ليها على العينين. ايوا تيحطها في الدار ايوا عاوتاني شويه تيضرب مع واحد الشهر 4 هذيك تكون واقع عزيزه وكيبدا عاوتاني يقلب تا هو عاوتاني وهي راه راكنها تما ما تخرجش وما تخرجش بغات شي حاجه خدامه يجيبوا ليها الشيفور يخرجها الشيفور يرجعها كتبقى نقول لكم يعني السجن في الحياه ما عرفتش ولكن واخا هكاك يعني هذوك شويه اللي كيزوجوا دوك الخارجيين ما هذوك سواع داك الشيء المهم عندهم الفلوس وراه الضربه هي هذوك اللي كيمشيو يتزوجوا بدوك المصريين، والمصري راه ما لقاش حتى ما ياكل راه كيموتوا على بالجوع، اللحم ما كيذوقوش يعني النهار تاكل اللحم راه عنده داك هو النهار الكبير وكتمشي تما كتبقى اصلا مزوجه والفقر والغربه واختي الا كان زواج والفقر اللهم الفقر وبقى يحذى باك وحده امك وحده خوتك في المغرب علاش غتمشي الفقر وزايده في الغربه مالكم على هاد الحاله. كيف ما شفت صراحه واحد القناه دار واحد الخيطنا واحد المغربيه في اليوتيوب تما مزوجه تم في مصر شنقول لكم وغادتها لمصر ومزوجه به معاق، حنا ما كنضحكوش على الاعاقه داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن غادتها لمصر ومزوجه بمعاق تدفع به بالكروسه وجالسه فاتحه قناه وجالسه كطلب في ديك القناه باش تعيش هي وهي. والله شتي تنبصم لك كون كانت هي معاقه جالسه على كرسي وجالسه في المغرب والله لابشه ليها وجابها ولا شفق عليها. وشوف هي شفقت على واحد مقعد جالس في الكرسي ومشات وفاتحه قناه وتطلب وهذا والناس كاين تيشفق عليها كيشتارك وهذا وعايشه تما. اختي الا كان عشت العيشيه في بلادك علاش نعيشها في بلادات الناس مغربه. وزيدكم عاوتاني على هادوك اللي تيتزوجوا بدوك سميتهم دوك الطلايين ودوك الالمانيين ودوك المهم دوك الاوروبيين والراجل شارف وغادي بطفله صغيره بدا 18 عام 20 عام هو شارف قد جدها ما كيحشموا ما كيستحيوا بحال هذيك اليوتيوبر اللي بزاف عاديك اللي اخرى اللي معروفه ديك اكرام بيلانوفا ويلي هذاك قد بوها بالضبط وفرحانه وما عرفت شنو كون كان شي مغربي في داك السن ما غتقبلش بيه. واش نقول لكم الا كان عجوه جدا
والغربة غير بناقص منه. اللهم تزوجي في بلادك تبقاي إلا كان عاد زواج للدل والفقر، عاد زوجيه في بلادك وبعدا كمان تبقاي وسط عائلتك، ماشي مدلولة ومغربة والفقر عاد من الفوق وما عرفت علاش غيتحسب لك راك مغربة على والو. ولكن دابا واخا هضرت على البنات، انا فاني غنجيكم للرجاله للدراري، حيت عندي ما يتقال عليهم حتى هما. عاوتاني واحد الملاحظه اخرى، عاوتاني اللي لاحظت هو ان مثلا المغربي ملي كيتزوج بالمغربيه ما كيتعاملش معاها مزيان كيف ما كيتعامل مع اجنبيه. مثلا المغربيه راه شي تنشوفوا واقع في الغربه بزاف، ولكن حتى في المغرب المغربي متزوج بالمغربيه تقول ليها خدمي وخلصي معايا النص بالنص، النص عليا والنص عليك في الضو، في الماء، في الكرا، في الماكله، في كل شيء. يعني خرجي تخدمي على راسك، عري على كتافك، وجي للدار وطيبي وما عرف شنو ديري وديري. الا تزوج بالاجنبيه لا، ما تيشرطش عليها هاد الشروط، ما كاين لا خدمي لا، هي تقول لها انت ديري الا كفيتيني غير باش زعما داكشي اللي تخدمي به سيري به غير للصالون وديري ضفارك وصايبي شعرك وما عرفت شنو وحوايجك، زعما تهزيني من ديك الكسوه ديالك والمسؤوليه ديالك صافي عليا انا نقوم بداك الشيء. مع المغربيه لا، داكشي عاوتاني علاش كنبقيو عليهم حتى هما عاوتاني باش ما نكروش، خاص نعطيو الحق حقه. ايوا خوتي، هذا الموضوع طويل 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 بزاف، وإلا عجبكم الموضوع وبغيتو نبقى نحط لكم بحال هاد المواضيع، خليو لي الرأي ديالكم وخليو لي كومونتير ديالكم وديروا لي اللايكات وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوناش بالاشتراك بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش، ونبقاو ديما نهضروا ندردشوا بحال هاد المواضيع هادو. الا جاكم الا عجبكم الفيديو ان شاء الله غنبقى ندير لكم بحال هاد النوع ديال الفيديو. وهادشي راه واقع، ماشي يعني هاد الفيديو انا ماشي درتو من راسي، هذا راه الواقع، راه يعني هادشي راه كنشوفوه بعينينا، يعني ماشي شي حاجه غريبه علينا. يعني راه اكيد راه كلشي عارف هادشي، غير كاين اللي كيبقى يبغي يخزن الحقيقه وصافي. هادشي راه ايوا هذا راه هو الواقع.